نشرة الأخبار من قناة الدلتا الفضائية في طنطا. أهلا بكم. نبدأها بعناوين الأخبار. الرئيس السيسي يكلف شريف إسماعيل بتشكيل الحكومة الجديدة ويقبل استقالة حكومة محلب. وفاة 4 مصريين في حادث سقوط الرافعة بالحرم المكي. وإغلاق باب الترشح لانتخابات مجلس النواب. إلى تفاصيل الأخبار. استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم المهندس شريف إسماعيل وزير البترول والثروة المعدنية في الحكومة المستقيلة، حيث كلفه باتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تشكيل الحكومة الجديدة خلال أسبوع من تاريخه. كما استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء الذي تقدم بتقرير شامل عن أداء الحكومة خلال الفترة الأخيرة. وقد وضع رئيس مجلس الوزراء استقالة الحكومة تحت تصرف رئيس الجمهورية، حيث قبل استقالة الحكومة وكلفها بتسيير الأعمال لحين تشكيل حكومة جديدة. والمهندس شريف إسماعيل من مواليد 6 يوليو عام 1955، وله من الأبناء ولد وبنت، وحصل على بكالوريوس هندسة ميكانيكا قوى عام 1978 من جامعة عين شمس بتقدير عام جيد جدا. وتدرج منذ عمله في وزارة البترول في عدة مناصب، بدأت في عام 1978 وفي عام 2000 تدرج بالعمل بشركة إنبي حتى وظيفة مدير عام الشؤون الفنية وعضو مجلس إدارة. وفي الفترة من 2000 إلى 2005 شغل منصب وكيل وزارة البترول لمتابعة عمليات البترول ووكيل وزارة البترول لشؤون الغاز. وفي العام 2005 إلى 2007 تولى المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية. وخلال الفترة من 2007 إلى 2013 تولى رئيس مجلس إدارة شركة جنوب الوادي القابضة للبترول. وفي 16 من يوليو 2013 تم تكليفه بمسؤولية العمل وزيرا للبترول والثروة المعدنية. ارتفع عدد الحجاج المصريين الذين توفوا في حادث سقوط الرافعة في الحرم المكي إلى 4. هذا وقد أعلنت وزارة الصحة السعودية عصر اليوم أسماء وصور المتوفين في حادث سقوط الرافعة بالحرم المكي من مختلف الجنسيات، مشيرة إلى أنه سيتم تعليق صور وأسماء المتوفين في الحادث بمبنى مشرحة مكة المكرمة. من ناحية أخرى أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أبلغه خلاله خالص تعازيه وتعازي الشعب المصري في الحادث. أكدت اللجنة العليا للانتخابات البرلمانية أن اللجنة ملتزمة بالجدول الزمني والمواعيد المعلنة لإجراءات الانتخابات مجلس النواب، وأن لجان الانتخابات التي تتلقى طلبات الترشح بالمحاكم الابتدائية أغلقت اليوم باب الترشح في تمام الساعة 2 ظهرا وفقا للجدول. وقالت مصادر باللجنة العليا إن اللجنة أعلنت عن فتح باب الترشح في الفترة من الأول حتى 12 من سبتمبر، وهي فترة كافية، وخصصت 3 أيام هي 13 و14 و15 من سبتمبر الجاري لتقديم الكشوف الطبية الجديدة، التزاما بتنفيذ حكم القضاء الإداري ببطلان قرار اللجنة الخاص بالاعتداد بالكشوف الطبية القديمة. وقد وافانا الزميل ناصر حوام باللقاء التالي مع رئيس اللجنة العليا للانتخابات بمحافظة الغربية. طنطا ورئيس اللجنة العليا للانتخابات بالغربية، برحب بحضرتك، واحنا بصدد الانتهاء من فتح باب الترشيح لمجلس النواب. الموقف في اليوم الأخير النهارده بكره استقبال المترشحين القدامى اللي كان الحكم الإدارية هيقدموا كشوف طبية خلال بكرة بعده 13 14 15، ثم يغلق الباب وتعلن الكشوف، ثم يفتح باب الطعن عليها، ثم تعلن نتيجة الطعون، ثم تعلن الكشوف النهائية.
باب الترشح لمجلس النواب من محافظة المنوفية. والنهارده تقدم حتى الآن كم مرشح ومنهم كم سيدة؟ عدد المرشحين وصل حتى هذه اللحظة 215 مرشح، ولما تقدم سيدات اليوم والسيدات تقدمت الأمس وعددهم تقريبا 9. بالنسبة يا فندم للكشف الطبي، هو طبعا تم تأجيل الكشف الطبي 13 مد الأجل التقدم بالكشف الطبي 3 أيام، يوم 13 و14 و15. نتيجة الكشف الطبي بيستغرق استخراج فحص العينات 72 ساعة، وبالتالي كان لابد من تأخر قبول النتائج حتى الساعة الثانية من ظهر يوم 15/9. بالنسبة المرشح ان هو ما ينظرش لمصلحته الشخصية وينظر لمصلحة المجتمع، وان مصلحته الشخصية سوف تتحقق من خلال تحقيق المصلحة العامة، وانه لا يمكن انك انت تفصل مصلحتك الشخصية الضيقة عن المصلحة العامة، وان النظر الى المصلحة الشخصية الضيقة يؤدي في النهاية الى ضياع المصلحة العامة، فبالتالي تضيع مصلحة الدولة في نطاق تحقيق في محاولة لتحقيق المصالح الخاصة، وبالتالي يتحرى الدقة في الاختيار ويحط المصلحة العامة ويضع المصلحة العامة أمامه وليس تحقيق مصلحة أيا كان نوع هذه المصلحة. في محافظة المنوفية أيضا تمكنت قوات الحماية المدنية بالمنوفية من السيطرة على انبعاث دخان من قطار بمحطة بركة السبع متجه من القاهرة إلى الإسكندرية، الأمر الذي أدى إلى قيام الركاب بالقفز من نوافذ القطار. وقد انتقلت قوات الحماية المدنية لمكان الحادث وتبين انبعاث دخان من داخل القطار نتيجة إلقاء أحد المرة سيجارة مشتعلة وتمت السيطرة عليه، وعادت حركة القطارات لطبيعتها. إلى محافظة كفر الشيخ، حيث أقيم اليوم بكلية الصيدلة بكفر الشيخ مؤتمرا عن الجديد في الصيدلة، وذلك بالاشتراك مع نقابة الصيادلة وكلية الصيدلة بكفر الشيخ. ناقش المؤتمر الجديد في علاج فيروس سي والجديد في علاج مرض السكر، وينظم المؤتمر ورش عمل حول مرض السكر وعلاج فيروس سي. حضر المؤتمر الدكتور محي عبيد نقيب الصيادلة بمصر وعدد كبير من الصيادلة والمهتمين بصناعة الدواء. نصل إلى ختام نشرة الأخبار لهذا اليوم. تحية لكم من فريق العمل في أمان.